أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم لنستكمل سويا رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. النهاردة هنتكلم عن نقطتين مهمين جدا. معرفة قيمتك إيه بالظبط عند ربنا، والنقطة التانية الخلط اللي بنقع فيه كلنا ما بين الثقة بالنفس وتقدير الذات من ناحية المفهوم والمعنى. اعرفي قيمتك ايه عند ربنا. يا بنات، يا سيدات، يا من تسمعوني الآن، ركزوا معايا شوية. أنا عايز أسألك سؤال مهم. مين اللي بيقدر النفس؟ هل البشر هم اللي بيقدروا قيمتك، ولا الخالق اللي خلقك هو اللي بيديكي قيمتك الحقيقية؟ لما تسيبي الناس يحكموا على قيمتك هتعيشي طول عمرك في دوامة. اللي يمدحك يوم يرفعك السماء، واللي يهاجمك يوم يكسرك تحت الأرض. لكن لو بصيتي على اللي خلقك هتعرفي إن قيمتك أعلى وأغلى بكتير جدا من كلام الناس. أول تكريم للإنسان كان عظيم جدا. ربنا سبحانه وتعالى أسجد الملائكة لآدم، وهي صورة تشريف ليك وليا ولكل بني آدم. تخيلي الملائكة اللي عمرهم ما يعصوا أمرهم ربنا يسجدوا قدام آدم. ده مش تكريم عادي، ده إعلان سماوي إن أنت ليكي قيمة وإن أنت ليكي مكانة. والآية التانية اللي لازم نقف عندها: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الكرامة هنا مش مرتبطة بفلوسك ولا شكلك ولا منصبك، دي كرامة أصيلة ربنا منحها ليكي من أول لحظة اتخلقتي فيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مش محتاجة شهادة من البشر تقولك إن أنت تستاهلي ولا ما تستاهليش. أنت متكرمة من الله من غير ما تطلبي، متشرفة من غير ما تسعي. القيمة الحقيقية مش اللي بيشوفوها الناس، القيمة الحقيقية اللي أعلنها الخالق عنك. كل مرة تبص لنفسك في المراية افتكري: أنا مكرمة عند ربنا، أنا غالية عند اللي خلقني. ولما تفهمي ده كويس هتعرفي إن أي إنسان يقلل منك هو في الحقيقة مش فاهم ولا شايف بعين الحق. لكن انت لو استوعبتي مكانتك عند ربنا عمرك ما هتسمحي لحد يقلل منك أو يحطك في مكانة أقل من اللي ربنا رفعك ليها. فاسمعيها مني النهاردة: قيمتك مش في نظر البشر، قيمتك في عين الخالق. ولما ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم يبقى خلاص القضية محسومة. أنا عايز أقولك حاجة مهمة جدا دلوقتي. أنت عارفة ليه ربنا كرمك؟ ليه ربنا رفعك واداكي قيمة عالية؟ لأنك إنسان، والإنسان عند ربنا غالي جدا. تخيلي معايا قيمتك عند ربنا مش بس في إنك موجودة، لا، قيمتك عالية لدرجة إن ربنا خلق كل حاجة حواليكي علشانك انتي. الآية العظيمة اللي بتقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني الشمس اللي بتشرق كل يوم دي معمولة علشانك، القمر اللي بينور الليل ده مسخر علشانك، الأرض اللي بتمشي عليها، المية اللي بتشربيها، الهواء اللي بتتنفسيه، كل ده
معمول لخدمتك انت كإنسانة. ده مش تكريم عادي، ده إعلان سماوي إنك غالية جدا عند الخالق. كمان خدي بالك، لأنك غالية عند ربنا حرم إن حد يشتمك أو يسبك أو يغتابك. ليه؟ علشان ربنا عايز يصون كرامتك حتى في غيابك. تخيلي، مش بس كرمك وانت قدام الناس، ده كرمك كمان وانت مش موجودة. اللي يغتابك أو يسيء ليكي بيعمل ذنب كبير، لأن ربنا حرم ده مخصوص لحماية مقامك كإنسانة. شفتي قد إيه؟ ده بيدل إنك مش مجرد رقم ولا مجرد شخص عادي في الدنيا، لأ، انت عندك حرمة خاصة عند ربنا. ولما توصلي للنقطة دي وتفهمي قيمتك الحقيقية، ساعتها بس هتعرفي تحبي نفسك صح، تحبيها من غير تكبر ومن غير ما تربطي قيمتك برأي حد فيكي، لأن اللي خلقك هو اللي قالك انت غالية، انت مكرمة، انت ليكي مكانة عالية. ولما تحبي نفسك صح هتلاقي قلبك مليان طمأنينة، مش محتاجة تفضلي تجري ورا اعتراف الناس أو رضاهم. هتعرفي إن حبك لنفسك هو انعكاس لفهمك إنك مكرمة من الخالق سبحانه. فاسمعيها مني دلوقتي، انت غالية، قيمتك عالية، وربنا خلق الدنيا كلها علشانك انتي، وصن لسان الناس عليكي وعنك عشان يحفظ كرامتك. يبقى بعد كل ده ازاي ممكن تشكي ولو لحظة في قيمتك؟ هل تعرفي إن أول قصة ذكرت عن الإنسان في القرآن كانت قصة إبليس وآدم؟ عارفة ليه؟ علشان ربنا يوضح لك من البداية قد إيه قيمتك عالية، وقد إيه فيه اللي بيغار منك وبيعادي وجودك. إبليس اتطرد من رحمة ربنا ليه؟ لأنه رفض يسجد لآدم اللي هو رمز ليا وليكي ولكل إنسان. الآية بتقول: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يعني ربنا طرده ولعنه للأبد بس لأنه رفض يسجد للي بيمثلك. تخيلي، إبليس خسر كل شيء لمجرد إنه استكبر يشوف قيمتك، وده أكبر دليل إنك غالية جدا عند ربنا. دلوقتي عايزك تفكري في حاجة مهمة، بقدر ما تقدري نفسك بقدر ما هيجي رزقك. بمعنى، لو شايفة نفسك قليلة صغيرة مش مستاهلة، هتعيشي فعلا جوه مشاكل وضغوطات كتير. ليه؟ لأنك صدقتي صوت شيطانك اللي دايما بيهمسلك انت مش مهمة، انت ملكيش قيمة. لكن لو سمعتي كلام ربك اللي أعلن بوضوح إنك مكرمة وإنك غالية وإنك خليفة الله في الأرض، ساعتها هتشوفي فرق كبير في حياتك. شوفي، الرزق مش بس فلوس، الرزق ممكن يكون صحة، راحة بال، محبة في قلوب الناس، وبركة في وقتك، نجاح في شغلك أو في بيتك. كل ده مرتبط بإيه؟ بقد إيه أنت شايفة نفسك غالية زي ما ربنا شايفك. لو فضلت ترددي جوا نفسك أنا قليلة، أنا مش مهمة، هتصدي أبواب الرزق بإيدك وتقفليها. لكن أول ما تقولي أنا مكرمة عند ربنا، أنا غالية عند اللي خلقني،
هتلاقي أبواب بتتفتح لك من حيث لا تحتسبي. اسمعيها مني، القيمة اللي ربنا عطاها لك أعلى بكتير من أي تقييم بشري. إبليس اتطرد عشان رفض يشوف قيمتك، فإزاي أنت ترفضي تشوفيها؟ كل مرة تحس إنك قليلة افتكر إن سبب إن إبليس اتلعن للأبد هو إنه رفض يشوف قيمتك. وكل مرة تشكي في نفسك افتكر إن تقديرك لنفسك هو اللي هيحدد شكل رزقك، نوعه وحجمه وبركته. يبقى السؤال اللي لازم تسأليه لنفسك، هتصدقي صوت شيطانك اللي بيكسرك ولا كلام ربك اللي كرمك ورفعك؟ في نقطة مهمة قوي محتاجة تدخليها جوه قلبك وتعيشي بيها. قيمتك عند ربنا غالية جدا، مش أنا اللي بقول ده، ربنا اللي وضحها لينا في كلامه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو الدنيا كلها وقعت، لو الجبال اتفجرت والبحار اتبخرت والسما اتشقت، ده كله عند ربنا أهون من إن نقطة دم واحدة من جسدك تنزل ظلم. تخيلي بقى انت عند ربنا أغلى من الكعبة نفسها اللي الناس كلها بتطوف حواليها وبتعتبرها أطهر مكان على الأرض. فلو في يوم حسيتي إنك قليلة أو إنك مش قد كده، اسمعي الكلام ده تاني، ربنا شايفك ورافع قيمتك وعطيكي مكانة محدش يقدر يقلل منها. أسألك سؤال، انت عارفة ليه ممكن تضعفي قدام كلام الناس أو ضغوط الحياة؟ لأنك نسيتي الأصل، نسيتي إن ربنا خلقك غالية وإن روحك دي نفخة من روحه سبحانه. وكل ما تبص لنفسك بعيون البشر هتلاقي نفسك قليلة، لكن لما تبص لنفسك بعيون ربنا ساعتها هتشوف إنك أغلى من الكعبة. لما تبقي ماشية وسط الناس فاكرة إنك شخص عادي، افتكر إن ربنا حافظ دمك وشايفك ورافع قدرك. حتى لو في حد بيحاول يقلل منك أو يظلمك أو يخليك تحسي إنك مش مهمة، الحقيقة إن قيمتك مش في نظرهم، قيمتك عند اللي خلقك. وعلشان كده لازم توقفي كل صوت جواك بيقولك أنا مش مهمة، أنا ماليش قيمة. ده صوت الشيطان اللي بيحاول يقلل من نفسك ويكسر قلبك. لكن صوت ربنا بيقولك أنت أغلى من الدنيا كلها، أغلى من الكعبة، أغلى من أي شيء. اسمعي الكلمة دي وحطيها في قلبك. كل مرة تحسي إنك ضعيفة أو منكسرة افتكري وتذكري الحديث ده. افتكري إنك لو وقعت الدنيا كلها لكن ربنا لسه شايفك غالية. فالموضوع كله راجع لإيمانك بنفسك وتقديرك لنفسك وتذكيرك الدائم إن قيمتك مش جاية من شغل ولا من كلام الناس ولا من شكلك، قيمتك جاية من اللي خلقك ورفعك فوق كل شيء. عايزك تجاوبيني بصراحة، بعد ما عرفت إن دمك عند ربنا
أغلى من الدنيا كلها، هتسمحي لمين بعد كده يقلل منك تاني؟ يا بنوتة يا ست الكل، عمرك سألت نفسك إيه الفرق بين الثقة بالنفس وتقدير الذات؟ سؤال بسيط بس وراه سر كبير ممكن يغير حياتك كلها. انت دلوقتي ممكن تكوني واثقة بنفسك في حاجة، زي انك بتعرفي تسوقي، أو بتعرفي تعملي أكلة حلوة، أو بتقدري تتكلمي بلغة قدام الناس. بس أول ما تدخلي في حاجة مش عارفاها، ثقتك بنفسك على طول، وده طبيعي، بتنزل. لأن الثقة بالنفس دايما مرتبطة بالمهارات، بتطلع وتنزل زي الموج، مرة فوق ومرة تحت. لكن تقدير الذات ده بقى في الحتة العميقة جواكي اللي محدش يقدر يهزها. تخيلي كده إنك حتى وإنت مش عارفة تعملي حاجة، أو حتى عندك عيوب، أو حتى غلطتي، تفضلي شايفة نفسك غالية، شايفة إن ليكي قيمة عند ربنا، ليكي مكانة في الدنيا. تقدير الذات هو اللي بيخليكي واقفة على أرض صلبة مهما الدنيا هزت فيكي. الفرق بينهم زي الفرق بين صدفة البحر واللؤلؤة اللي جواها. الثقة بالنفس ممكن تتكسر بسهولة، لكن تقدير الذات هو اللؤلؤة اللي بتحافظ على بريقك حتى لو القشرة اتشققت وانكسرت.